صباح الفل. صباح الفل والجمال عليكم. معلش انا اصلا والله يعني المفروض كنت اطلع معاكم اللايف ده من يومين، بس انا جيت قلت لكم انا تعبانه ومش هقدر اطلع اللايف وفعلا لحد الان انا تعبانه. بس انتوا بقى شغالين، فين الفايز فين الفايز فين مين اللي فاز في التوقع بتاع ماتش المغرب وفرنسا ويعني زن في التعليقات وانا ما رضيتش ازعلكم وطلعت وانا تعبانه، يعني طالعه اللايف دلوقتي معاكم وانا تعبانه، فقدروا ده ان انا مش هكتر في اللايف يعني. بس عشان خاطركم والله عشان خاطركم. صباح الفل عليكم. طبعا الناس كلها المفروض انا قلت كنت هطلع الساعه 11 والساعه 11 جت ولقيت نفسي تعبانه جدا، ما قدرتش فعلا اطلع معاكم اللايف. وبعد كده دلوقتي انا ماسكه الموبايل، ببص شويه في التعليقات، لقيت بقى على البوست الاخير بتاع الفيديو بتاع الاماكن بتاعه الشتاء، لقيت الناس كلها بقى سايبه الفيديو وبتتكلم عن فين الجايزه فين الجايزه فين الجايزه بتاعه التوقع بتاعه ماتش المغرب. حاضر يا جماعه والله هطلع لكم اللايف وانا تعبانه عشان خاطر اقول لكم الفايز باذن الله. أه هجيب البوست، بس انا دلوقتي على صفحه الفيسبوك. البوست اهو في حوالي 13,000 ونص تعليق. اشربي ليمون سخن. شربت يا مصطفى والله، شربت كل حاجة مفيش فايدة. انا اللي في ناس دلوقتي اعلنت ان هي اللي فازت. يعني منها لنفسها، الف مبروك. انا طبعا في ناس كتير جدا بجد. البوست اهو يا جماعة، من غير اي تحيز لاي حاجة انا عايزة اقول لكم ان في ناس كتير جدا 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 فعلا. طبعا انا عماله اعمل سكرول للتعليقات وفعلا انا مش عارفه مين اللي هيكسب ولا بص حتى مين اللي هيكسب. انا هختار معاكم دلوقتي على الشاشه في اللايف. بس فعلا التوقع ده كانت الناس كتير جدا متوقعه وانا قلت اطلع بقى دلوقتي اقول لكم النتيجه ان شاء الله، عشان ممكن نعمل توقع للنهائي. ف... فاللي ما فازش النهارده وما فازش المره اللي فاتت ممكن يفوز في التوقع بتاع النهائي. ف الله يسلمكم كل الناس اللي بتقولي الف سلامه. الله يسلمكم يا رب. خلينا مثلا ايه اهو دلوقتي نطلع. مش عايزه اظلم حد، انا عايزه اجيب من الاقدم كل التعليقات. بص هختار حاجه اسمها كل التعليقات علشان ما يجيبليش الناس اللي انا عارفاهم بس او معلقين بس. فهيطلع بسم الله بسم الله بسم الله. طبعا انا شغاله اهو. توقعنا والله ما نفضت يا مصطفى، بيقولي توقعنا نتيجة الماتش نفضت لنا، والله ما نفضت خالص. انا تعبانة وبقول لكم طالعة حتى اللايف وانا تعبانة وباين عليا يعني شكلي وصوتي وكل حاجة. الله يسلمكم. اه هو طبعا لحد دلوقتي ما جاليش ولا اجابة صح، مش عارفة ليه. يعني ثانية واحدة، الناس كاتبة 2-1 2 مش عارفة كام 2-1 بنت 1-0 المغرب 2-1 1-0. انا اول 2-0 هتجيلي دلوقتي هو الكسبان. 2-1 2-0. في حد استنى اسمهم محمد زياد، اول حد جالي 2-0، بس انا مش عارفة هشوف اذا كان عامل تعديل ولا لا. مش عامل تعديل مش عامل تعديل. محمد زياد اهو. انا كنت بتاكد بس بدوس على الكومنت كده كتير عشان يظهر لي اذا كان في سجل تعديلات ولا لا، فهو لا مش عامل اي تعديل. محمد زياد ده البروفايل بتاعه اهو. محمد زياد. محمد هو اللي فاز معانا النهارده بالثلاث ليالي. محمد منين يا محمد؟ عايزه اشوف. ده لاعب كرة قدم، يعني هو حد شاطر كمان. يعني البروفايل بتاعه هو من المدينة المنورة. طب ابعت لي يا محمد والنبي عشان اتأكد انت فعلا من المدينة المنورة، من السعودية ولا انت عايش هنا في مصر ولا ايه؟
الرحلة في دهب هتجيلنا بقى تعدي البحر. انت هتعدي البحر بس من السعودية لحد دهب يعني نص ساعة. محمد زياد، ألف مليون مبروك يا محمد، انت كسبت معانا. انا اخترت اول تعليق جالي 2-0 وخلاص. بس يعني اللي ما فازش بقى النهارده، وان شاء الله انا عايزه اتكلم معاكم شويه، عايزه افضفض لكم شويه. اللي ما فازش النهارده ان شاء الله يفوز في التوقع بتاع نهائي كاس العالم. النهائي بكره ان شاء الله. كان نفسي قوي المغرب النهارده تحقق المركز الثالث، بس الحمد لله يعني هم وصلوا لحد المركز الرابع في كاس العالم، ده لوحده انجاز. فالناس بقى عماله خدي ايه، خدي كتفست 180. حاضر، حاضر يا دكتور. كان في ناس بقى متوقعة بجد كتير جدا جدا في الماتش اللي فات بالذات بتاع المغرب وفرنسا، وتقريبا عشان أنا حطيت البوست بدري مش زي البوست اللي قبله بتاع الماتش اللي قبله. بس بقى بكرة ان شاء الله الارجنتين وفرنسا. قولولي هتشجعوا مين؟ قولوا لي في اللايف كده دلوقتي هتشجعوا الارجنتين. انا في ناس كتير جدا 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 طبعا عندي من عشاق ميسي، انا ابني كمان بيحب ميسي موت موت. في ناس كتير من عشاق ميسي هتلاقوهم عايزين الارجنتين تكسب، وعايزين ميسي بقى في اخر بطولة ليه واخر كاس عالم ليه هو اللي ان شاء الله يرفع كاس العالم يعني. وفي ناس بتشجع فرنسا طبعا وبتحب مبابي ونفسها مبابي هو يعني الناس الجميلة، سواء جريزمان مبابي، الناس الحلوة اللي في فرنسا الكتير دي برضو تفوز لانها تستحق وبتتعب وهي بطل العالم المرة اللي فاتت. فقولولي كده بتشجعوا مين؟ ازاي انا كسبان على فكره؟ والله احنا بنختار كلكم كسبانين، كله كان متوقع صح، بس من كل المتوقعين دول احنا بنختار واحد بس هو اللي بيفوز. فان شاء الله يعني حد تاني حد تالت، احنا كده في 2 فازوا في الماتش اللي فات والماتش اللي قبله. ان شاء الله الماتش اللي جاي اللي هو النهائي حد يفوز يبقى تالت، حد يفوز معانا. كان نفسي اكسب مين؟ رشا بتقولي، رشا عيد بتقولي كان نفسي اكسب. ان شاء الله يا رشا تكسبي في التوقع بتاع النهائي يعني باذن الله. وقولوا لي بقى يعني قولوا لي في الفيديو ده انا هختار ان شاء الله اللي هيفوز من التوقعات بتاعه النهائي من اللايف ده، يعني هختار التعليقات من اللايف ده. فتوقعوا هنا على اللايف مين اللي هيفوز ان شاء الله في بكره ماتش النهائي الارجنتين وفرنسا، والنتيجه هتكون كام مش مين اللي هيفوز، يعني النتيجه كام مين اللي هيرفع الكاس وكام جون. اللي هيقول التوقع صح ان شاء الله هيفوز برضو ب3 ليالي في دهب في ايار النوب. هكتب ده في الكابشن وهكتبه في التعليقات عشان الناس اللي مش عارفة تعرف الباقي ان التوقع هنا مش على بوست جديد، هنا على اللايف ده على الفيديو ده التوقع الجديد للفايزين ان شاء الله. واشوفكم على خير ان شاء الله في اللايف الجديد لاعلان الفايز بقى. تصبحوا على خير.